إيه اللي بيغيّر مزاجك 360 درجة في خلال ثواني؟ كمّل معايا الفيديو للآخر مش هاطوّل عليك، خُد معلومة على السريع، فجأة بتلاقي نفسك حزين، مهموم، مضغوط، مش عارف ده كلّه جالك منين ولا إمتى ولا حصل إزاي، كنت كويس اتقلبت موازينك في لحظة واحدة، تعرف إن كل ده من الشيطان؟ طب تعرف إزاي الشيطان دخل لك وخلّاك توصل للنقطة دي؟ طب تعرف إزاي تنهي كل ده وتخسّر الشيطان وتخلّيه هو اللي حزين وأنت تبقى فرحان ومبسوط وتكمّل بمزاجية وتكمّل بالفرحة اللي أنت كنت عايش بيها؟ كمّل معايا وأنا هاقول لك كل حاجة بالتفصيل وإزاي تنتصر عليه. ربنا سبحانه وتعالى قالها بوضوح في القرآن الكريم: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. الآية هنا ما اتكلمتش عن معصية، الشيطان عاوزك دايمًا مهموم وحزين، لإن في الوقت ده بتكون أنت أضعف ما يكون ويقدر يلعب عليك في أي لحظة ويغلطك في اللي هو عاوزه. طب إزاي الشيطان بيدخل لي؟ إزاي الشيطان بيبتدي يوسوس لي؟ الشيطان بيجيب لك فكرة صغيرة أوي، يحطها في دماغك، يبتدي يلعب عليها ويكبرها لحد ما أنت تحس إنك خايف وقلقان من المشكلة دي، وتبتدي طبعًا السوشيال ميديا والحاجات اللي أنت متابعها وشغالها بيجيب لك في التوقيت ده كل حاجة ترتبط بنفس الموضوع ونفس المشكلة وما تعرفش جات منين ولا إزاي ولا إيه اللي ساقها ليك أصلًا في الوقت ده عشان يوصّلك لنقطة الخوف والقلق والتوتر والضيق والدنيا كلها تسود في وشّك وأنت مش عارف اسودت ليه، مع إنك كنت بتلعب من شوية. بعد كده طبعًا بيخش على عقلك الباطن، عقلك الباطن مجرد ما أنت بتفتكر حاجة أو بتفكر في حاجة بيجيب كل المعلومات المخزنة القديمة اللي ممكن يكون ليها ارتباط بالموقف ده، فبيبتدي إن هو يكبر ويوسّع الموضوع ويجيب لك كل حاجة قديمة كانت ليها علاقة أو ما لهاش علاقة بالموضوع ده، وبالذات لو موضوع فيه حزن أو ألم. عقلك الباطن طبعًا بيشتغل أحلى شغل في الوضع ده، وبيخلّيك تفتكر اللي أنت نِفْسك ما تفتكروش، يخلّيك تفكّر طبعًا في مستقبلك، في حياتك اللي جاية، في ال10 عيال اللي هيبقوا عندك، طب هتأكّلهم منين، هتلبّسهم منين، هتشيل هموم الكوكب كلّه على كتافك، وأنت أصلًا ما فيش في إيدك حاجة لسه دلوقتي، بتنسى ربنا سبحانه وتعالى، بينسّيك ربنا وبينسّيك ذكره، بيفكّرك بس بالهموم وبالأحزان، أو يخلّيك تفتكر إنّك فاشل ومش هتقدر تتحرّك من مكانك ومش هتعرف تعمل حاجة وهتفضل مكانك ثابت. وطبعًا ده بيسوّد الدنيا في وشّك، بيخلّيك تفقد كل حاجة وتفقد الثقة في نَفْسك وتقتنع إنّك فعلًا فاشل وما فيش في إيدك أي حاجة تعملها وبتخسر كل حاجة من إيدك. طَب ده كل التفكير ده نتيجته إيه؟ نتيجته قَلَق، توتُّر، ضيق، حزن. طَب إزاي تلحق نَفْسك؟ أول نقطة إنّك تكون مُدرك إن الأفكار أو الفكرة دي مش من دماغك أو مش من جوّاك، الفكرة دي من الشيطان، دي وسوسة الشيطان بيحطّها في دماغك عشان يلعب عليها. طَب أنت عارف ألعابه، تفتكر على طول الفيديو ده. إن الشيطان جاي يلعب عليك عشان يروّق عليك، عشان يفرح فيك وأنت حزين، شايلك هموم الدنيا وأنت ما فيش هموم لإن ربنا موجود سبحانه وتعالى. وقت ما تدرك وتفصل بين ألاعيب الشيطان وبين الأفكار اللي هي نابعة من جواك اللي هي الحقيقية، وقتها بيقلل تأثيره 70% عليك. تاني حاجة على طول، استعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، دي بتفصل عنه المَيّة والكهربا. تالت حاجة ما تدّيش للفكرة أكبر من حجمها، ما تبقاش عنكبوت في نَفْسك وتمِد خيوط وخطوط لكل مكان، وتفضل تفكّر وتسرد في أفكار تخلّيك حزين أصلًا ومهموم وتخلّي قلبك مقفول ونِفْسك مسدودة عن الدنيا كلّها. ما تدّيش لحاجة أكبر من حجمها عشان ما توسعش وتكبر منّك وأنت اللي بتخسر في الآخر. الوسواس لو ما سقيتوش مَيّة وما سقيتوش من جواك بحزنك وهمّك وتفكيرك فيه بيقل وينكمش ويختفي، إنّما لو سقيته وفكّرت فيه كتير هيكبر وأنت اللي هتموت بحزنك. رابع حاجة، اشتغل على طمأنينة قلبك. طَب إزاي؟ مش أنا اللي هاقول لك، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي هيقول لك، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. عارف يعني إيه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى لو استحضرت عظمته وقوته وإنه دايمًا معاك وفي قلبك وسندك وضهرك، هتلاقي نفسك مطمئن، ما فيش قلق، ما فيش توتر، ما فيش خوف، هتلاقي نفسك دايمًا في حتة تانية خالص، هتلاقي نفسك مرتاح، هتلاقي الحياة سلسة والأمور جميلة، مش هتلاقي حاجة تهبّطك أو تبعدك. وطبعًا ده مش طمأنينة كده وخلاص، مش رفاهية، لا، لا، لا. دي طمأنينة ربانية جاية من ربنا سبحانه وتعالى، إنه سندك، إنه ضهرك، إنه إيدك، إنه عينك، إنه كل حاجة، إن ليك كبير وقت ما بتحتاجه وبتلجأ له بتلاقيه مُعين ليك، تلاقيه ضهر وسند ليك، لإن في إيده مقاليد الأمور، إذا قال للشيء كن فيكون. محتاج إيه تاني؟ 5 بقى، غيّر وضعك بسرعة، لو قاعد قوم، امشي، اتحرك.
اشتغل في أي حاجة تانية، اعمل أي حاجة تانية، الهي نفسك بأي حاجة، ما تدّيش نفسك أو لعقلك الوقت اللي يفكّر فيه في الحاجة دي وينسج الخيوط حواليك عشان يحبسك فيها. بُص يا صديقي، مش كل ضيق بيبقى من جواك، أو كل خوف أو قلق له سبب. ربنا سبحانه وتعالى شرحها ووضّحها لنا في كتابه الكريم، أمور كتير أوي ما كناش نعرفها أو مش واخدين بالنا منها أو ما نعرفش إيه سببها. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. الشيطان عاوز يكسرك ويخوّفك ويقلقك ويبعدك عن طريق ربنا سبحانه وتعالى أو عن طريق هدفك وتحقيق أحلامك. بس ربنا سبحانه وتعالى له بالمرصاد. ربنا سبحانه وتعالى وضّح لك أمور أنت ما تاخدش بالك منها، بس هو عارف كل الأمور دي، فادّى لك الطريق وادّى لك الصواب عشان تمشي في الطريق الصح، عشان توصل للي أنت نِفْسك فيه. بس أنت أول ما تعرف إن الفكرة مش من جواك، ساعتها الوسواس ده بينهار، وأول ما قلبك يرجع لربنا سبحانه وتعالى ولذكره بيهدى. وخلّيك متأكد إنك قوي وتقدر، بس كان في حد عاوز يكسرك ومش عاوزك توصل لكل ده، مش عاوزك توصل لطريق ربنا، مش عاوزك توصل لهدف. بس خُد بالك إن ربنا سبحانه وتعالى كبير وعظيم، ما سابكش له، علّمك وفهّمك وشرح لك ووضّح لك. بس الأهم، هل أنت هتستقبل وهتفهم وهتتعلم وهتُدرك الأمر، والّا هتنسى ربنا سبحانه وتعالى وذكره